ما ظبطتكم بجريليش الحلقه اللي فاتت، وظبطتكم بدفاع ويست هام، وظبطتكم بدفاع فولهام اللي كان هيطلع بكلين شيت لولا الاون جول اللي للاسف حصل. وزي ما ظبطتكم في كل الكباتن الجوله اللي فاتت، اثبتوني انتوا كمان لايكات وسبسكرايب وشير لاصحابكم. عايزين 50 لايك. اخر فيديوهين انتوا تخاذلتوا، يعني بعد ما كنا 60 بقينا 50، بعد كده نزلنا جامد. فاحنا ايه، عايزين 50. ده ستاندرد، مش لازم يا عم نعلى عليه، بس عايزين 50. اثبتوني اللايكات السبسكرايب وشير لاصحابكم. يلا بينا نتكلم عن نصايح الجولة. وهتكلم النهاردة عن اللعيبة، عن لعيبة معينة كده لازم تحطها في دماغك قبل ما تدخل على الجولة دي. زي ما انتوا عارفين، يعني السيتي ماتش وبعد كده هيبقى بلانك، نفس الكلام يونايتد، نفس الكلام برايتون. لازم تاخد بالك، وتشيلسي برضو لازم تاخد بالك من الفرق دي. يعني ما تحاولش ان انت تشتري لعيبه من الفرق دي غير في حاله واحده، ان انت هتستخدم فري هيت في الجوله 32. لكن لو انت يعني مش هتستخدم، هتلبس نفسك ليه دلوقتي في واحد وتلعب ناقص كتير؟ يعني مش محتاجه كل ده، فاهمني؟ مش محتاجه ان انت تعمل حاجه زي دي. ولو انت عندك مثلا هتلعب بتسع لعيبه مثلا، واللاعب ده هيبقى لاعب مثلا، هيخليك ناقص لاعب مثلا الجوله الجايه، مش مشكله، تمام، هاته. لكن غير كده ما تجيبش حد من الفرق دي، يعني ما تبوظش على نفسك الجوله الجايه. تمام تمام. عايز اتكلم عن نقطتين بقى مهمين جدا. اولا، الفريق اللي انا لابس التيشيرت بتاعه ده، ارسنال. ارسنال دلوقتي كل الماتشات الجايه هيلعبوها كانها ماتشات كؤوس، ماتشات اجباري يكسبوا فيها، ما فيش هزار، ما ينفعش يحصل فيها تعادل، ما ينفعش يحصل فيها اي حاجه. معظم الماتشات دي ماتشات صعبه. بس ارسنال هجوميا ما فيش اي حد يقدر يقف قدامه. والله لو جبت لي مين، لو جبت لي ريال مدريد في عزها وسيتي في عزها، حتى لو خسروا سكور هيجيبوا جوان. لكن دفاعيا الفرقه بقت ملط، الفرقه بقى بيدخل فيها جوان بكل سهوله من اي فرقه. بجد من اي فرقه تقدر تجيب فيها جوان عادي جدا. فانا بنصح ان انت مش لازم تدخل خلاص بقى على هجوم من على دفاع من ارسنال. لو معاك مدافع من ارسنال اصبر عليه الجوله بتاعت ويست هام وساوثهامبتون، بعد كده بيع. ما كفايه على ان الماتشات الجايه كلها ضرب نار، وهم حرفيا مش هيستحملوا. حتى الماتشات السهله ممكن يضيع فيها كلين شيت. لكن هجوميا هيجيبوا ان شاء الله، هيجيبوا في كل الماتشات، هيجيبوا ايا كان بقى، يكسبوا يخسروا يتعادلوا. فالفرقه دي هتدخل كل ماتش كاس. فانت لازم يكون عندك على الاقل اتنين تلات لعيبه منهم، حتى وهم ما عندهمش دبل، حتى وهم ماتشاتهم صعبه. الفرقه دي عندها الدوافع انها تكسر الدنيا. يعني هيدخلوا كل ماتش اللي هو ميتين، هيستموتوا على كل ماتش. رقم واحد عندي مارتينيلي لازم يكون مع كل الناس. مارتينيلي احسن فورمه في الفرقه حاليا، يعني اخر كام ماتش مارتينيلي احسن اداء في الفرقه، واحسن واحد هجوميا. تاني واحد ساكا العرة. انا عارف ان ساكا مستواه وحش قوي، بس برضو انا ما زلت مراهن عليه ان هو بيبقى هو النجم بتاع الفريق. خيسوس بدأ يظهر. مشكلتي مع خيسوس، هو خيسوس ان هو وتروسارد واحد منهم بيقعد بيلعب مكان التاني. دي مشكلة كبيرة قوي بالنسبة لي. فعشان كده ما بحبش ان انا اختاره. لو انت عايز تحط التالت، حط اوديجارد. وعلى فكرة اوديجارد اخر كام ماتش كان قريب من الجون اكتر من ساكا ذات نفسه. دفاعيا وارد وايت او زينشينكو زي ما انت عايز، بس هو الجولتين دول واخلع منه. نتكلم عن السيتي. السيتي يا جماعه الفتره الجايه انا اشعر، يعني مش هقول لك كده كده مفيش حد يامن لجوارديولا ولا يقول ان هو فاهم جوارديولا، بس انا اشعر ان المدوره هتقل. على الاقل في لعيبه لو انت ركزت معاهم من بعد الرجوع من كاس العالم، في لعيبه مش بيتدور فيها خالص. هالاند رقم واحد كده كده. ايدرسون. ماشي، ايدرسون ده حارس ملط وما بيعملش اي حاجه، بس يعني ها، لو في كلين شيت والماتشات الجايه في ماتشات سهله كتير. في برضو اكي، نسان اكي. ده التالت. الرابع معايا جريليش كده كده، يعني جريليش كده كده، وانا نصحت بيه وهفضل انصح بيه، وهيعمل شغل جامد قوي الماتش الجاي. بس يعني زي ما قلت لك ما تجيبش منه، لو لما تجيبهوش لو انت عندك مشكله هتلعب ناقص كتير في الجوله الجايه وانت ما عندكش فريت، فما تجيبوش. جيبه بقى بعد البلانك بتاعه. وطبعا دي بروين. دول يعني اكتر ايه يعني، مش هقول لك ان هم ضامنين يلعبوا كل الماتشات بدون اي مره يقعدوا فيها، بس دول نادرا لما هيقعدوا. يعني ممكن مثلا في 8 ماتشات الجايه ممكن ماتش مثلا يقعدوا دكه.
لكن دول اللي هم ثابتين. باقي اللعيبه ممكن ماتش، ممكن ماتش ماتشين يروح مريح كده. فاللعيبه دي ضامنه. فانت لو انت عندك فري هيت، او لو جبت لاعب مش هيعمل لك مشكله في الجوله بتاعت البلانك، تمام، هات اي واحد منهم من اول الماتش الجاي هيولع لك الدنيا. هم ماتش سهل جدا قدام ليستر على ارضهم، هيجيبوا منهم عيال حرفيا. عايز بقى اتكلم عن بعض اللعيبه اللي الناس مش مركزه معاها ومهمه للفتره الجايه وكلها لعيبه ريسكات. نبدأ بفولهام. فولهام ماتشاتها الجاية ما فيش حد واخد باله منهم، بس ماتشات كلها يعني مفروشة بالورد وكل حاجة حلوة. فكر في لينو حارس المرمى، وخاصة كمان ان في دبل بعديها دبل. مش افضل شيء، بس هو لينو من تاني اكتر حارس عامل تصديات في الدوري، هيجيب لك نقط تصديات. غير ان هو الماتشات الجايه في العموم حلوه، يعني بغض النظر عن جوله الدبل الماتشات الجايه كلها حلوه. فده اختيار حلو جدا. اندرياس بيريرا اختيار ممتاز، وده انتوا ناسيينه. وخد بالك اندرياس بيريرا تاني اكتر لاعب صانع اجوان في الدوري، يعني ما تستهونش بيه. لاعب ب4.5 وانت مش عاجبك؟ يا راجل يا جاحد، يا راجل يا جاحد. ده بأقل من 4.5 تقريبا دلوقتي. الواد ده ممتاز جدا. هي المشكلة ان فولهام ممكن تبقى عقيمة هجوميا شوية بعد غياب متروفيتش، بس برضو انا ما زلت مراهن ان لو في اي جون هيدخل لفولهام الفترة الجاية هيكون من اندرياس بريرا. وكمان اندرياس بريرا عنده ميزة الفاولات والركنيات، ممكن يجيب لك نقط حتى وهو وحش، حتى لو فرقته كلها وحشة يقدر يجيب لك نقط. في اختيار ريسكايه بدايه جامده قوي، ولو انت مش عايز تسمعها حاول ان انت تاخد من هنا وتطلع من هنا. دي لاصحاب القلوب اللي ماتت وشبعت موت حرفيا. واحد من اتنين، هات حد من كريستال بالاس. انا مكسوف والله وانا بقول كده. يا كريستال بالاس من ساعة ما الراجل الجديد ده مسك، يعني هو الراجل كان المفروض بتاع دفاع، مش عارف. سبحان الله في الماتشين اللي مسكهم مش عارف دي حلاوة روح ولا هو وهيرجع تاني عقيم أول ما يسمع إن إحنا هنجيب لعيبة من عنده. بس عموما أكيد مش هتستنى منهم كل ماتش يجيبوا 4 و5 والكلام الفارغ ده. بس هما فعلا آخر ماتش، الماتش اللي هو قبل اللي فات، اللي هو الماتش اللي كسبوه 2-1 على ليستر، شاطوا في الماتش ده رقم تاريخي، يعني ما حصلش في التاريخ قبل كده. في ماتش تقريبا شاطوا حاجه و30 شوطه، قرب ال 40 شوطه، حاجه مرعبه. الماتش اللي فات برضه وصلوا كتير جدا. افضل اختيارين بالنسبه لي هو ايزي واوليسي، والاتنين ب5 و4. الاتنين دول اختيارات ممتازة. الاتنين بنسبة كبيرة هيفضلوا يلعبوا لأن زها مصاب أصلا، وحتى لما هو بيرجع برضه مش هيلعب مكان حد فيهم. فالاتنين دول اختيارات ممتازة. ايزي بيبقى اخطر على الجون، بس انا بحس ان اوليسي بيبقى ضامن يلعب اكتر يعني. حاسه بدنيا افضل، حاسه ان هو كاصابات بتبقى يعني نسبة ان هو يتصاب اقل من ايزي. فانا يعني ممكن اميل سنة لاوليسي، بس الاتنين حلوين. وايزي برضو بيبقى خطير قوي على الجون اكتر من اوليسي. اختيار من توتنهام، والماتشات الجايه بتاعت توتنهام يعني ايه، في ماتشات حلوه وماتشات رخمه. بس انا مع الواد ده، لانه كمان حتى مع الكلين شيت الواد ده يا جماعه مرعب. بيدرو بورو. انا قلت لكم ايمرسون رويال مصاب ولسه مش عارف هيرجع ايه كمان شهر تقريبا. بيدرو بورو ده يا جماعه بص على اخر ماتش، اخر ماتشين، اخر 3. والله الواد ده بيوصل بيدخل جوه الجون، يعني هو دخل جوه الجون، هو نفسه دخل جوه الجون مرتين. فالواد ده خطير جدا على الجون، بيوصل كتير قوي للجون، بيعمل عرضيات كتير، بيلعبوا له الكور ان هو دايما ساعات بحسه بيبقى هو المهاجم التاني بتاع الفريق. يعني بحسه كمان ساعات بيدخل كمهاجم اكتر من كين نفسه. فالواد ده اختيار ممتاز جدا. لو في واحد عايز يعمل اختيار ريسكاية هبداية كده لجولة واحدة، فكر في سون بدأ يرجع للذاكرة بتاعته، وانا حاسس ان هو ممكن يعمل شغل في الماتش ده. اخر اختيار معايا قبل ما ندخل على توقعات الجولة، ويعني امسكوا اعصابكم. كوناتي. كوناتي. كوناتي مش كوناتي. كوناتي. انا اللعيبه دي بتاعت ليفربول انا ما زلت وهفضل اقول لكم ما تجيبوش منهم، ولا مقتنع بدفاعهم ودفاعهم ملط. بس هقول لك كوناتي، اقول لك ليه يا عم كوناتي. كوناتي الماتشات الجايه كلها سهله جدا جدا جدا. الفرقه دي انا براهن على فشل هجوم الفرقه دي اكتر ما براهن على دفاع ليفربول. فالماتشات الجايه بتاعت ليفربول الدنيا حلوه قوي، يعني الدنيا حرفيا ما فيش احلى من كده. انا يعني انا كعبد الرحمن هعوز ايه يعني اسهل من كده؟
هم حتى وهم فرقه مالط، والفرقه دي مش هتوصل شامبيونز ليج، بس هيكسبوا يعني، ما هو مجبرين ان هم يكسبوا. الماتشات سهله، مش لازم يكسبوا كلهم، هم هيخسروا على فكره في الماتشات دي، بس في ماتشات يقدروا يطلعوا فيها كلين. يعني انت عندك بص الماتشات الجايه: ليدز، نوتنجهام فورست، ويست هام، فولهام، برينتفورد، ليستر، استون فيلا، ساوثهامبتون. في ماتشات كتير يقدروا يطلعوا فيها كلين لضعف هجوم الفرق دي. فانت هات كوناتي بس وباربعة وثمانية، او انا محدد لك كوناتي مش دفاع ليفربول في العموم. لو انت عايز تجيب حد تاني من دفاع ليفربول هات اليسون. اليسون بيظبطك كتير تصديات. غير كده لا تقول لي فان دايك، لا تقول لي الكسندر ارنولد ده، ولا روبرتسون. فهو كوناتي افضل اختيار بالنسبه لي دفاعيا. نتكلم بقى عن توقعات الجوله: استون فيلا ونيوكاسل ماتش صعب جدا، بس ما اعتقدش ان في كلين شيت للفرقتين. ولو في كلين شيت ممكن يكون لاستون فيلا، لان زي ما قلت لكم قبل كده استون فيلا دفاعيا بتبقى حلوه جدا على ارضها. تشيلسي وبرايتون، انا بصور قبل ماتش تشيلسي وريال مدريد، بس تشيلسي كده كده ملط. كده كده الفرقه دي عندك شيلو بيعه، عندك كيبا بيعه، عندك اي حد من الفرقه دي بيع بيع. ماتشاتهم الجايه حلوه، بس هم فرقه ملط، هم فرقه اسوأ من السوق. حرفيا الفرقه دي سيئه جدا، فكك منهم. لو عندك لعيبه من برايتون اوعى 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 تقعدهم دك، اوعى. وانا حذرتك اوعى تقعدهم دك. ميتوما اختيار ممتاز جدا، وممكن كمان لو في ناس بتحب الريسك تجرب كمان كابتن عليه. وماك اليستر، وممكن كمان تفكر في دفاع منهم. والله العظيم برايتون ممكن تطلع كلين شيت في الماتش ده. والله اكيد مش بحلف انها هيحصل، انا بقول لك ممكن يحصل كلين شيت. ايفرتون وفولهام، انا شايف ان ممكن الماتش ده يا 0-0 يا 1-0 لفولهام. زي ما قلت لكم بريرا، وزي ما قلت لكم لينو. ساوثهامبتون وكريستال بالاس، الماتش ده هيبقى فيه جوان من ناحيتين، بس كريستال بالاس ممكن تكسب، ممكن تكسب. توتنهام وبورنموث، توتنهام تقدر تكسب بكلين شيت، وكين هيبقى نار يا حبيبي نار. وطبعا اختيار كابتنة حلو، سون كاختيار ريسكال الجولة حلو، بيدرو بورو زي ما قلت لكم. وولفرهامبتون وبرنتفورد ماتش غتت، يعني ممكن يبقى 1-1 ماتش كده، عارف حاسه مش هيبقى مفيد في الفانتازي خالص. السيتي وليستر، السيتي وليستر بجد يا بخت اللي عنده 3 لعيبه من سيتي: اكي بقى وجريليش وهالاند. هالاند يا جماعه بجد الجوله دي ما ينفعش تهزر معاه. بص انا هوديك تمام اوبشنز كابتنه، بس الجوله دي ما ينفعش تريسك. في جولات ينفع تريسك بعيد عن هالاند، لكن الجوله دي ما ينفعش تهزر معاه. ما ينفعش مع فورمة هالاند، مع ضحك ليستر. ده ليستر دي بتاكل من طوب الارض، كل الفرق بتشوط عليها. كريستال بالاس شاطت عليها 40 شوطه يا مؤمن. تخيل السيتي على ارضها هتعمل ايه قدام الفرقه المالت دي، قدام فرقه مفيش املط من كده، والله العظيم فرقه مفيش ضياع اكتر من كده. فهالاند اختيار فوق الممتاز الجوله دي، لازم كل الناس تكابتنه. جريليش لو انت عايز تجرب ريسكايه جرب على جريليش. وممكن برضو دي بروين كمان خرج من بدري في الماتش اللي فات، فانت ضامن هيبقى لاعب بيلعب اساسي. ويست هام وارسنال، ارسنال تقدر تكسب بكلين، وزي ما قلت لك مارتينيلي اختيار حلو جدا، ساكا بعديهم اوديجارد. نوتنجهام فورست ويونايتد تقدر تكسب بكلين. وماتش هيبقى رخم يعني، لان راشفورد هيبقى غايب، فانا بصراحه مش هرشح لك حد من هجوم يونايتد بصراحه يعني. هو برونو فرنانديز، بس برونو فرنانديز برضو مش هيعمل شغل مع الكوتع اللي قدام دول. ممكن مارسيال يعمل حاجه، بس برضه يعني مش هنصح بيه. ليدز وليفربول، ليفربول ممكن تكسب واحتمال تطلع بكلين شيت. مش هنصح بحد من هجوم ليفربول، لان هو صلاح الوحيد اللي ضامن يلعب، وصلاح اصلا اداء مفيش اسوأ من كده، وبيعمل يعني بيجيب نقط اقل بكتير من اللي المفروض يجيبها بسعره ده. فانا يعني غير مقتنع خالص باللي بيقدمه صلاح بالسعر السعر بتاعه ده. اختيارات الكابتنة بالنسبة لي: هالاند رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10. جريليش رقم 2. هاري كين رقم 3. وبس يعني انا حتى يعني انا مش مقتنع باكتر من كده. لو انت عايز تجرب واحدة رابعة كمان جرب على مارتينيلي، غير كده مفيش. اظبطوا لي لايكات السبسكرايب والشير لاصحابكم، واستنوا حلقة المؤتمرات والاصابات بكرة، حلقة مهمة لان في اصابات كتير حاصلة، فان شاء الله نتكلم بقى فيها بكرة. اظبطوا لي لايكات كتير، عايزين 50 لايك يا شباب، اشوفكم على خير.